جاهزة يا اختي منك ليها؟ ايدك في ايدي بقى كده، خلينا ننضف المطبخ ده ونخليه يلمع بره وجوه عشان نرص حاجتنا على نظافة. نقول مسا مسا على الناس النشيطة الكويسة، اخيرا هنفرش المطبخ الجديد. يا رب بقى تنظيفة النهاردة تشجعكم ان انتوا تخلصوا الحاجات اللي وراكم. فعاوزاكي تدخلي برجلك اليمين وتشمرك مامك الحلوين، وتحطي اللايك الجميل بتاعك وتشيصلي النفسية على قد ما تقدري. ولو انت جديدة تشتركي في القناة وتفعلي زرار الجرس عشان دعمك يوصلني ويوصلك ان شاء الله كل جديد، وتتابعي معايا اللي جاي. فاشتركي بقى في القناه وفعلي زرار الجرس، وهيوصلك ان شاء الله مني زغروطه اشعار بكل لايف او بوست او فيديو جديد بمشيئه الله هقدمه معاكي الفتره الجايه. بصوا بقى، صلوا بينا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. جهزت علبه معايا كده مش محتاجاها، حطيت فيها حبه ميه ونزلت بشويه اريال كده وحبه كلور محترمين. عايزه اقول لكم الكلور بصوا هرالي ايديا، بس كان لابد منه بصراحه. وابتديت ان انا ادي المطبخ دعكه محترمه كده زي ما انتم شايفين. طبعا الشقه كانت مقفوله، فالمطبخ كان محتاج ان هو يتنضف كويس عشان اقدر بقى ان انا استخدمه استخدام ادمي. يعني لازم بقى عشان احط حاجتي فيه وحاجات الاكل والشرب والكلام ده يبقى محتاج تنظيفه عميقه. فمسكته بقى كده يا بنات بالسلكه اللي هي الاسبونشه دي، وهاتك يدعك يمين وشمال فوق وتحت، خليته فله شمعه منوره. هتشوفوا معايا الفيديو وهتكملوه ان شاء الله، وهتقولوا لي برضو رايكم في التعليقات. الصفايه برضو همسكها كده هدعكها وهخليها يعني هحاول على قد ما اقدر ان الجير والحاجات اللي فيها دي اطلعها. وهقول لكم في الاخر ان في حاجه مضايقاني، وانتوا برضو عرفوني كده ان شاء الله اعمل فيها ايه. يعني اللي عنده بقى اقتراحات واللي عنده حاجات كده يعني يديني بهريس خبرته في الليله دي، عشان محتاجه ان انا اكون في ارتياحيه اكتر وانا بستعمل الحاجه يعني. المهم يا اخواتي، انا بداتها كده من اول الوحدات اللي قدرت ان انا اطولها بصراحه. واكتر حاجه كنت محتاجه اهتم بيها اللي هي الوحده بتاعه المطبقيه دي. وهقول لكم انا هرص في كل حاجه ايه. بصوا المطبخ بقى يلمع صح؟ بصوا من بره بقى عامل ازاي. لوهله كده اول ما تشوفيه تحسي ان هو خشب، بس هو مش خشب، هو ألموتال خشبي. ده مش مطبخي يا بنات، ده مش مطبخي، بقولها تاني وبقولها للمرة المليون. المطبخ ده انا هسلمه مع الشقة ان شاء الله. ربنا يا رب بس يوسع علينا كده ويكتب لنا الخير، وان شاء الله اطلع من هنا على شقتي بمشيئة الله وبإذن واحد احد. ايه يا لولي عمالة تتكلمي معايا؟ المهم المطبخ هنا هسلمه زي ما انا استلمته، يعني انا او زي ما انا هسيبه بقى، يعني زي ما انا ضميري يجيبني ان انا اسيبه. فاهمين الفكره؟ فانا ان شاء الله هسيبه برضو زي الفل كده، زي ما انا نضفته وخليته زي الفل، فايدي هتبقى فيه على طول. وهسيبه برضو زي الفل. يعني الحاجه اللي انا بستخدمها انتوا عارفين نظافتي فيها مش بتبقى موسميه او مش في الاعياد ولا المناسبات، لا اي حاجه بتتبهدل مني اول باول بعملها. اكتر ضرفه كانت متبهدله بصراحه الضرفه اللي انتوا شفتوها، كان فيها زيوت ودهون وكان فيها مكرونات وحاجات كانت واقعه. نضفتها وخليتها فله شمعه منوره عشان بقى احط حاجتي كده على ايه، على نظافه. ما قدرتش صراحه ان انا اعمله كله في وقت واحد، لان انا كنت بعيده على حاجه مره واتنين وتلاته لغايه اما خليته يلمع زي ما انتوا شفتوه. فهنا كنت محتاجة ان انا اخرج بس حلة مؤقتا عشان اجهز عشوة. يمكن دي يعني تعتبر الاكلة الوحيدة اللي انا عملتها من اول ما جيت الشقة. فاخدت كده حلة من ضمن الحلل وابتديت ان انا اغسلها قبل ما استخدمها طبعا، وهغلي فيها مية بقى. وكان عندي مكرونة، قلت هسلق كده مكرونة واللهم صل على النبي، وجبنة ستريبس. ماشي، دي تعتبر الاكله الوحيده اللي انا عملتها، وبرده يعني تعتبر من الحاجات السريعه. وكان عندي يا بنات فضلة خيركم كده طماطم. بصوا الميه عامله ازاي، بس والله الكلور يا بنات ملط المطبخ معايا خلاه بقى زي الفل. المهم خلاص كده كنت اتخلصت من الباقي، بس مش هرمي طبعا العلبة عشان لسه عندي تنظيفات في الوحدات اللي تحت. فان شاء الله هبقى اعملها وابقى اوريكم في الاخر انا هعمل فيها ايه وايه الحاجات اللي هرصها، وهيبقى نظامي في المطبخ ان شاء الله ازاي. خلاص كده كنت جهزت العشاء احنا وكنا اكلنا. عملت مكرونه بصلصه وقليت ستريبس زي ما قلت لكم. هنا خلاص كنت يعني باخدكم كده جوله سريعه ان شاء الله، الجوله بتفاصيلها لما افرش بقى خالص واخلص كل دنيتي دي. فبوريكم كده ان المطبخ فوق وتحت كل حاجه بقت زي الفل. الوحدات اللي تحت
بصراحة كده يا بنات كانت متبهدلة مطرح المية اللي كانت بتخر عليها من الرخامة، وعندي حرفيا مشكلة. بصوا انا مش عارفة اعمل فيها ايه، بس في حاجة بتنقط مية وانا عندي التلاجة بتاعتي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك ال جي. فتلاجتي الموتور بتاعها هي ليها موتورين، موتور من تحت وموتور من فوق. فموتورها يعني في التلاجة من تحت، فمحتاجة ان انا اعالج مشكلة المية اللي بتنقط دي في اسرع وقت عشان اقدر احافظ على تلاجتي. الوحدة دي أول حاجة كنت غسلاها، ويعني مصبناها كويس ودعكاها بالاريال وبالكلور ومظبطة الدنيا فيها قبل ما اشتغل في المطبخ كله عشان ارص فيها حاجة الاكل مؤقتا. وللأسف لقيت نمل كتير جدا، النمل والناموس هنا ما بيهزروش. وريتكم بقى الوحدة اللي هي فوق التلاجة دي، انا ما جيتش جنبها لان طبعا طولي مش جايبها خالص، فقلت ايه ابقى استنيز الفرصه كده واخلي ابو عمر او اخويا هما اللي يساعدوني فيها ان شاء الله، وبرده يعملوا لي فوق ظهر التلاجة ويظبطوا لي الدنيا. محتاجه بقى ايه اعمل اعداد ضروري، قاعده للغساله وقاعده كمان للتلاجة. هنا كنت خلاص بقى نضفت الوحدات زي ما قلت لكم، فابتديت ارص الحاجه بالشكل اللي انتوا شايفينه. مش عايزاكم تستغربوا يا اخواتي من كميه المنظفات اللي عندي. انا حرفيا بعشق الكلور في التنظيف، بغض النظر ان هو بيكتم النفس وبيهري الايد وبيعمل حاجات غريبه، بس انا يعني ما بتكيفش كده ولا احس ان انا مستقنيصه بالتنظيفه غير لما اكون مستخدمه كلور. المهم طبعا انا لسه باقي منظفاتي كلها هناك لسه ما جبتهاش. نعم. لا. عمر بينادي عليا باسمي. المهم يا اخواتي كل ما اسمعه بينادي عليا اقول له وانت بياع. لسه يا اخواتي الكلام بعافيه، ربنا يا رب يحفظه ويحميه ويا رب يرزق كل مشتاق للذريه الصالحه ويحسن ما بين ايديكم وايدينا كده اللهم امين. المهم يا اخواتي انا دلوقتي عندي مشكله كبيره ومش عارفه ان انا احلها. هما مشكلتين صراحه. اول مشكله الوحده اللي انا حطيت فيها المنظفات دي هيبقى سهل جدا الاولاد يفتحوها ويلعبوا فيها، فانا يعني المشكله دي بالنسبه لي مشكله عويصه ومش لاقيه لها حل ومش عارفه هقفل الضرفه دي بايه. تاني مشكلة بقى ودي الأهم بالنسبة لي ان كل الجزء اللي تحت وكمان الوحدة اللي كان مطرحها الخزين اللي انا يعتبر برضه هرص فيها حاجات الزيت والسمنة والكلام ده فيها ريحة كده من الكتمة والقفلة بتاعت يعني يعني الحاجة مش مستخدمة. الواحد لما بيبقى بيستخدم الحاجة بيبقى ايده فيها على طول، فبيبقى يعني ايه ايدك فيها باستمرار بتنضفيها اول باول، فاهمين الفكرة؟ فهي عشان طبعا الشقة كانت مقفولة والحاجة مش مستخدمة ففيها ريحة مش راضية تروح. شروع عليا بقى كده احط فيها ايه ممكن يضيع ريحة يعني الريحة دي، عشان بصراحة مضايقاني جدا بالذات الوحدة اللي هي اللي انا رصيت فيها المنظفات دي ووحدة تانية كده هوريكم هحط فيها ايه. المهم يا اخواتي زي ما انتوا شفتوا كده العشرة ورايا مطبخي طبعا معايا مطرح مروح انا ما اقدرش استغنى عنه، بعشقه، بحب مطبخي جدا ومتعودة عليه بصراحة، وبقدر ان انا اتحكم في الظروف ان انا اقفلها باقفال الامان زي ما انتوا شفتوا. فالوحده دي بصراحه انا كنت محتاجاها لانها برضو ما شاء الله بتشيل معايا حاجات كتير، فاخدت الجزء اللي تحت وحطيته بالشكل اللي انتوا شايفينه. بقيه المطبخ بتاعك فين بقى يا نور؟ موجود يا اخواتي معايا في قلب الشقه في شقتي هنا، تمام، وبس عيناه في البلكونه يعني لسه بفكر مش مقررتش صراحه الحوار ده. ممكن نعلق الجزء بتاعه اللي فوق، بس بصراحة مش هينفع. اللي انا شايفاه ان هو هيكتم لي المطبخ قوي وهيقفلهولي وهيخلي كمان الاضاءة بتاعته مخنوقة، لو انت اساسا تخشي تحسي انت مش مرتاحة وهتحسي المطبخ زحمة قوي زيادة عن اللزوم. فانتوا برضو شوروا عليا مش كده كفاية. وكنت طالعه لايف وقلت لكم ان انا ممكن اجيب ستيكر الزقه على المطبخ بتاعي، بس ان شاء الله ده بقى ايه بعدين مش دلوقتي، يكون يعني لونه كده اللون الخشبي نفس اللون التاني بحيث ان هما يبقى الالوان متقاربه من بعض ما تحسوش ان الحاجه يعني ايه ما فيش ما بينهم وجه مقارنه. المهم ان انا ابتديت ارص حاجتي بالشكل اللي انا متعوده عليه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. حطيت اللهم صل على النبي حطيت اسمها ايه البلاستيكات في الوحده بتاعتها اللي انا متعوده عليها بحطت ايدي وبستخدمها على طول بالرصه بتاعتها، والدرج بتاع المعالق برضو حطيت فيه الحاجه ورصيت المعالق بتاعتي وحاجتي كلها والاسباتيولات والحاجات السيليكون والكبشه وكل حاجه انا بستخدمها.
وبعد كده ابتديت ارص الحلل بتاعتي بالشكل اللي انا متعوده عليه، بس خليت بقى الحاجات الصغيره كلها فوق والحلل الكبيره كلها من تحت. قلت هبقى اطلع على قد استخدامي برضو. بس هنا بقى ابتديت ان انا افضي الحاجات اللي المفروض انا هستخدمها لو عندي عزومه في شقتي او عيد ميلاد زي ما انتم متعودين معايا. ففي حاجات شايلها كتير من يعني اطقم الاكروبال بتاعتي والبولات بتاعه الشوربه والكلام ده كله. فابتديت ارصهم في الوحده اللي فوق زي ما انتم شايفين كده عشان تبقى بعيده عن ايديا، لاني مش هستخدمها طبعا على طول. فمحتاجه استغل الحاجات اللي هتبقى على قد طولي دي، لان انا طويله قوي ما اقولكوش يعني. محتاجه ان هي احط فيها الحاجات اللي انا هستخدمها وتبقى قريبه لايدي كده وفي متناول ايديا، ما كنتش متعذبه وانا بعملها. المهم يا اخواتي، عشان برضو السؤال ده اتكرر عليا كتير بالذات في اللايفات اللي بطلعها على الفيس. يا نور، هو انت مأجره الشقه بالمطبخ؟ ايوه، مأجرين الشقه بالمطبخ يا بنات. طبعا بيبقى بحسب الاتفاق، مالك الشقه او صاحب الشقه هيسيبلك ايه وهيستلموا منك بعد كده، يعني بيستلموا منك زي ما هو سايبلك الحاجه. دي رقم واحد. رقم اتنين، في شقق كتير احنا يعني ابو عمر كان بيتفرج عليها وكان بيشوفها وكده، وكان قدامنا اختيارات كتير. يعني مثلا في شقق ممكن تتأجر بالتكييفات، ممكن يسيبولك اوضه، ممكن يسيبولك دولاب كده، بيبقى حسب بقى الاتفاق مع صاحب الشقه. ولو انت حابه اصلا انت تأجري شقه مفروشه بعفش واجهزه وكل حاجه من الابره للصاروخ هتأجري، يعني دي حاجه يعني متاحه، فطبيعي وعادي خالص. بس والله يا اخواتي، يعني حبيت ان انا ارد عليكم واوضح لكم النقطه دي عشان في ناس كتير ما كانتش عارفاها وبتسال، عشان فاكرين ان انا فصلت مطبخ او عملت مطبخ جديد. لا، انا عشريه قوي، بحب حاجاتي وراضيه بحاجاتي قوي وبعشقها، فعشان كده اخدت المطبخ بتاعي. وطبعا يا اخواتي اللي حصل معاكم في الفيديو ده يعني خطوه من ضمن خطوات جايه كتير، فان شاء الله اللي جايه احلى. المهم ان كل الرخامات دي هتتروق ان شاء الله وهتترتب. فلو حابين الفتره الجايه اعمل لكم بقى جوله في المطبخ من جوه والظرف واقول لكم ازاي نظمتها والحاجات اللي رصيتها فيها، اكتبوا لي في التعليقات. متنسونيش بقى بدعواتكم الجميله وتحطوا لايكات كتير للفيديو، واسيبكم في حفظ الله ورعايته، ومع السلامه يا احلى خلطته في الدنيا.